فين عشيري هاني؟ واحد الموضوع اللي بصح نيش مبرزطني في راسي، وشحال من مره كنقول خاصني ضروري نخرج ندوي عليه. بلان اللي ولينا صراحه كنعيشوه يوميا، مشكل اللي هو غادي وكيتفاقم نهار على نهار. شحال من مره كنقول اليوم غادي ندير عليه فيديو، وسوا كنساه ولا كيكون شي موضوع اللي هو حديث الساعه وكنقول صافي حتى نهار اخر ونعاود ندوي عليه. ولكن اليوم قررت باش نخرج نناقش معكم هذا الموضوع. بيان سور غادي تقولوا علاش فكرتي فيه هذا النهار وبغيتي دير عليه فيديو الوغ شحال من مره قلتي غادي ندوي عليه وكتنساه. السبب كيبكي لحقاش فقدنا فيه شخص من الناس اللي كنعرف، وداك الشيء علاش قلت هذه هي وقيته، لحقاش هذا الشيء كثر بزاف. هذا الشيء حنا كاملين كنعيشوه وكنشوفوه يوميا، ولكن ما عطينوش قيمه ولا ما عطينوش اهميه كبيره كيف ما هي خصها تعطاه. المشكل فينا حنا ماشي في شي واحد اخر، المشكل حنا اللي كنديروه وحنا اللي خاصنا نحلوه. ما كنظنش بان كاين شي واحد فيكم اللي ساخي بحياته، ما كنظنش بان كاين شي واحد من الناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو ساخي بوليداته ولا بوالديه. انا متاكد بان ما كاينش شي واحد فينا اللي كيبغي يأذي شي واحد اخر ولا ينهي ليه حياته. داكشي علاش بغيتك تزيد الصوت وتعطيني ودنيك. اي الباصواي كامل حاضر معانا. مرحبا سيدي. فين عشيري هاني؟ الله يحفظك. وانت مزيان؟ ما مزيان ما والو، بغينا نبداو صاحبي وبنادم ما خلاكش. علاش اخويا؟ بيضاوا كاملين كيتسناو فيك، غادي دير معنا المزيان. واحد تديروا بعدا نتوما معايا المزيان وتفرقوني عليكم وتخليونا نخدموا على ولادنا. اخويا مالنا شادينك بدا. شكون حبسك؟ واش صاحبي انا دابا غير كنسيي وكنتيستي وصحاب الحديد قهروني، ياك انا شادتي قاري ما مزاحم مع حد وتراقب بوحدي، ليش بنادم كيدور ليا بجنابي؟ زيد شرح ليا، ما فهمتش شنو واقع بالضبط. انت مالك ما عايش معانا؟ صاحبي طريقي نقدر نمشي فيها غير انا بوحدي، وكل دقيقه تاش من كل دقيقه وفين ما ندور نلقى موطور كيتسابق معايا، طوموبيل كتزاحم معايا، طاكسي كينزل في البلايص فوق الطريق ديالي، الكرارس بلا ما ندوي، وعاد زيد حتى اللي غاديين على رجليهم كيصحاب ليهم كيتساراو في لاكوط ديال العين ديال تكلاكسوني عليه يخنزر فيك. وزعما حنا بغينا نديرو غير المزيان ونتعاونوا مع خوتي طوبيس والترامواي ونحلوا الازمه ديال الترونسبور في كازا ساعه لما نتعاود زابور كداود. شوف غير صبر، راه كلشي ان شاء الله غادي يتحل، غير بنادم باقي ما مولفكش وصافي. غير زيد صبر معنا شويه غادي نعجبوك. حقروني والله، علاش هاد الشيء ما يديروش مع الترانات ولا خايفين على راسهم؟ حيت هذاك ما غادي يعقل على حد، ضربك تران كيف ما كيقولوا. راه غير بنادم باقي ما مولفكش، وعلى حساب ما سمعت راه غيديروا كاميرات واللي حصل داخل عندك لتيرانك غادي يتحاسب. والله اخويا يفكونا، راه عينا بالجلوس بغينا نتحركوا. اسمح لي الا شديتك بالهضره، خليك تكمل خدمتك. لا الدنيا هانيه، راه عليك نيت كنا داويين. يتوب عشيري، عجبتيني الحمد لله، لقيت واحد كيفهمني، ومنين درتي معايا هذا الجيست غادي نعطيك شهر فابور بلا ما تخلص حتى ريال. ها انتوما اصحاب الباصواي شهدوا عليه، انا راه ما قلت والو. وهز لي انكو مع الشركه، باقي حتى ما بدينا الخدمه بعدا. تهلا وما تزيدش تعطل علينا، طلقنا الفراجه. تهلا. انتوما سمعتوا الباصواي براسو شنو قال؟ الباصواي ولا كيتشكى منا بصح نيت الخوت. كاينه واحد الظاهره اللي فريمون خايبه ولات كطرح حاليا. من نهار تصيبوا الطرقان ديال الباصواي، يعني الطريق دابا اللي دايزه في كازا كاينين جوج ديال الليلين، وحده اللي جايه من رونبوان هو الماس وغدا الرحمه، ووحده اللي جايه من السلميه وهابطه حتى الليمون ولا حتى العزبان. من نهار تصيبوها الطرقان دابا كيف ما كتلاحظوا كتشوفوا دابا بان الباصواي خرج كيدير بعض التجارب ايفيكتيفمون تعطل بزاف، وكنا كنتسناو شهر 7 على اساس بانه صافي راه غادي يديماري والبيضاويين كاملين غادي يستافدوا منه. ولكن كنشوفوا بان الشافر باقي كيتفورماو، و ميم طون الشركه باقي ما عطاتش الانطلاقه الرسميه ديال الباصواي اللي غيخدم في كازا، واللي غيكون لي ترامواي لي البوس. يعني بي واحد يمكن لك تركب في البوس وتركب في الترامواي وتركب في الباصواي. ولكن الظاهره اللي بدينا صراحه كنشوفوا حاليا واللي هي ظاهره خيبه، وماشي هذاك الشيء، راه بزاف ديال الناس اللي ولاو كيتعرضوا لحوادث السير، بزاف ديال الناس اللي ولاو كيموتوا بسبب الكسيد، ماشي كيطراو في الطرقان العاديه وانما كيطراو فوق الطريق ديال الباصواي اللي هي ممنوعه على كل شيء، ممنوعه على الماطر، البيكالات، الطوبيسات، اي حاجه، هي خاصه فقط بالباصواي. ولا لاحظتوا دابا حاليا راه كيعلقوا بلايك بحال هادي وهادي وهادي، هاد البلايك هادو كاملين كيقول لك بان هاد الطريق خاصه بالباصواي، ما خاصه بحتى شي نوع اخر ديال العربات. ولكن دابا ولينا كنشوفوا ماطر كيتجاراو في الباصواي، طوموبيلات كيتسابقوا في الباصواي، طاكسيات كيدوزوا على الطريق ديال الباصواي. انا مؤخرا شفت
شفت طاكسي غادي، طاكسي كبيره غاده، حط واحد السيده فوق الباصواي، فوق الطريق ديال الباصواي. والواعره من هذا الشيء كامل هو ان الباصواي كان ديك الساعه جاي طاكسي وقف قدامه باش ينزل ديك السيده، نزلات ديك السيده، الباصواي كلاكسوني عليه عادي، حيد من الطريق، هذه راه طريقين نورمالمون انت ما خصكش تكون هنايا. واش هو تسوق ليه ولا شاف فيه؟ نزلات السيده من الطاكسي، تخيل معايا شنو غادي يدير السيد من الطاكسي، غادي يهز يديه وغيبقى يغوت على الشيفور ديال الباصواي. انا هنا ما كنلومش مولين طاكسيات، بالعكس حنا كاملين فينا الغلط، حنا كاملين كمغاربه ولا بيضاويين خاصه، لحقاش الباصواي كاين في كازا، حنا فينا المشكل، لحقاش راه الحديث ولا حرج، راه بزاف ديال الانواع ديال الناس كتبان لي طريق عامره كيعوج الفولون طلع فوق الطريق ديال الباصواي كيعتبروها بحال لوطوروس طريق السيار. زعما حنايا نقولوا المجلس دار وسيله ديال النقل جديده باش يحل الازمه ديال المشكل ديال النقل اللي كاين في كازا، لا بالعكس ولي المجلس خلق لنا مشكل. كنا كنشوفوا الكسيد غير في الطرقان العاديين داك الشيء، دابا تزادوا علينا الطرقان ديال الباصواي كيطراو فيهم كسيد كفس مميته كاع. بزاف ديال الناس اللي فقدوا ارواح ديالهم في الباصواي، بزاف ديال المطر اللي كلاو العصا في دي زاكسيدون في الباصواي. حيت تخيل معايا في ملتقى الطرق فاش كتكون مثلا ديك الرون بوين اللي كانت شحال هادي، ودابا ملي ندوزو فيها الباصواي راه ما بقاتش رون بوين، كيفاش حلات من الوسط، كتلقى فيها ضوء احمر. فاش كيكون شاعل هذاك الضوء الاحمر وكيكون شاعل الضوء الخضر، الناس الاخرين اللي غادي يدوزوا ياك انفو هذوك الناس اللي في الرون بوين كيشعل لهم الخضر، راه هما اللي من خصهم يردوا البال، غير ردوا البال لهذوك اللي عندهم الاحمر. يعني الطريق العاديه غاديش يردوا البال للباصواي، هما مشغولهمش في الطريق ديال الباصواي، حيت الباصواي ديجا تا هو راه عنده فروج ديالو. شنو كتلقى موطور جاي عافط منين ومنين، جايب 80 ولا 90 كيلومتر في الساعه، جاي طاير طوبيس كاميو طوموبيل، هو انفو غيشعل عنده الخضر غادي يزيد يتفاجئ ديك الساعه مول الموطور جاي مكسيلو، كتلقاه كيكلاكسوني زعما بلاتي ما دوزش ندوز انا. علاش؟ انت راكب على طابي رولون، وراك العارف انا طابي رولون هي اللي كتكسيري، انت غادي في شارع ما عندكش الحق تمشي فيه وغادي يطير. انا اللي كيضرني في خاطري حيت انا حضرت الحادثه بحال هذه ديال الموطور قدامي غادي يتقلب مسكين وفوق الطريق ديال البياجيناس. والخيبه صاحبي انت عندك موطور بالعكس خصك تراعي لصحتك، راه الطيحه ديال الموطور خايبه، راه شي بلا باصواي بلا حتى شي حاجه، شي غير حجره في الطريق تقدر تقلبك، تقدر تهرسك، خرج لك غير كلب حاشاكم ولا مش ولا ما عرفت شنو غير يقدر يتسبب لك في شي حادثه. دونك علاش ما كتراعيوش راسكم اصاحبي؟ دابا راه وليتي والله تراعي، كتولي نراعيو الضوء الخضر والضوء الاحمر، وتراعي اليمين وتراعي اليسار، تشوف اليمين ولا اليسار والضوء الاحمر والضوء الخضر، وعلى باش تشوف الطريق ديال الباصواي واش دايز فيها شي واحد ولا لا. الباصواي راه كان دايز راه عنده الاحمر غادي يوقف في الاحمر، راه بزاف. انت يا صايغ خصك تحط معاك واحد شنو خدمته هي يقابلك، تقول لي انت شوف على اليسار انا غنشوف على اليمين، راه حشومه هادشي والله، راه عيب وعار. وراه غادر نيامون السيد مسكين اللي دامو الامانه امالته بسبب تا هو في الباصواي كان دافع الموطور ديالو، جاي واحد السيد عافط يعني جاي في لوطورو طريق سيار 120 ولا ما عرفتش 100 كيلومتر في الساعه، ضربوا انا لله وانا اليه راجعون. راه بصح نيش خصنا نبدلوا العقليه ديالنا، راه والله العظيم راه المشكل فينا، حنا اللي قادرين نخلقوا المشكل وحنا اللي قادرين نصلحوه. ما تسنى حتى شي واحد يجي يقول لك لا راه ما خصكش دير بحال هذه ولا راه خصك دير بحال هذه، راه المشكل فينا حنا اللي خاصنا نتقادوا، حنا اللي خاصنا نعرفوا اشنو خاصنا نديروا، نعرفوا شنو هي اللي غادي تسلكنا واللي ما تسلكناش، نعرفوا شنو هي اللي غادي تخرجنا وشنو هي اللي ما غاديش تخرجنا. اجي نشوفوا هذا الفيديو اللي فيه بعض السلوكيات اللي ما خاصهاش تكون واللي داروها الناس مع الترامواي فاش كان يلاه بدا، وبحال هذا الشيء خاصو يتبدل وما خاصوش يبقى. تعال شوف المعلم موطور فوق الترام، ما فهمتش تدير شي بحال دابا في تونيل فريمون مشكل. كتلقى مطار بيكالات فوق السكه ديال الترام، يعني كيغامروا بحياتهم، كاين ريسك بزاف، الترام غادي الترام جاي في اي لحظه، يعني تقدر تخرج على صحتك حتى لا ما مشيتش تقدر تجيبها في راسك في الاخر. وهذا الشيء كنلاحظوه بزاف في الدراجات الناريه ولا حتى البيكالات، ويعني فين ما مشيتي سواء في الاحياء الشعبيه على الطول ديال الترامواي خيط كازا كامله فين ما مشيتي غتلقى بحال هاد لاجاس هادو وهاد اللعيبات هادو كيديروا في الترام. ميم كرارس بارفو كيكونوا بعض المرات حتى طوموبيلات اللي كيدوزوا في السكه ديال الترام، وهذا الشيء ما خاصوش يكون وما خاصوش يدار، لحقاش راه اول حاجه كتادي صحتك نتايا، لحقاش الا مشى تقاسك الترامواي تخيل معايا فيه شحال من طون، الا مشى تقاسك راه انت اللي غادي توعد، انت اللي غادي تاكل العصا. وانا راه ما فهمتش بنادم ما بقاش كيفكر في صحته وما بقاش كيفكر في حياته، راه الا ضعتي راه غتخلي امه من الموراك صاحبي كتبكي عليك، راه غتخلي والديك غادي يتسطاو عليك، غادي تخلي ولادك الا كانوا عندك الاولاد غيعيشوا يتامى، شكون غادي يكبر هذوك الاولاد؟ راعي يا صاحبي لحياتك، راعي لصحتك، فكر في راسك،
ما تسناش شي واحد يجي يفكر فيك، ولا حنا تنوضوا نديروا البراجات ونوضوا البوليس يخدموا بداو يحطوا الغرامات وداك الشيء على باش ديك الساعه انا نحترم قانون السير. راه قانون السير ما دار الا باش يتحترم، باش نكونوا منطقيين، بلا ما يخرج شي واحد يقول لي لا هو التداوي خاوي ولا هو بنادم ولا وراه الظروف، ولا راه ما كاينه ظروف لا والو. الله عز وجل في سوره البقره الايه 195 كيقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. وفي الاخر انت ما تفكرش في راسك، بلا ما يجي شي واحد يقول لك لا راه مشى لي الوقت الخدمه ولا مشى لي الوقت المدرسه ولا راني زربان ولا غيجريو عليا من الخدمه ولا ما عرفتش شنو. حنا راه ما عايشينش على قبل هذا الشيء. حافظ على صحتك اصاحبي، راه الا مشيتي تجبشيها في راسك راه ديك الساعه ما غاش تبقى لا خدمه لا قرايه لا مدرسه اللي يديك لا يخليك. ولا جينا نشوفوا في الاخر راه كاع دوك الطوموبيلات مثلا اللي كتلقاهم واقفين في الفروج والكاميوات والكيران والمطار وما عرفتش شنو، كاملين راه تابعهم خدمه تابعهم عائله تابعهم قرايه، كله والظروف ديالو. ولكن الا جينا كاملين نبداو نتسابقوا ولا كاملين نبداو نتجاراو فوق الطريق ديال الباصواي اللي هي ممنوعه على اي واحد من غير الباصواي، راه تقدر في الاخر تجيبها في راسك. شي حتى ما جبتيهاش في راسك تقدر تضيع حياه ديال واحد اخر. فكروها صاحبي، بعض المرات راه كيكونوا وليدات صغار قاطعين، بعض المرات راه كيكونوا ناس كبار، شي حتى واحد مثلا جون باقي صغير يقدر يرد البال يقدر يهرب. وراه بارفو كتلقى مثلا مرا مسكينه كبيره بعكازها وانت جاي عافط، دري صغير مسكين الا مشيتي تدخلتي فيه وبديك السرعه انت جاي صافي. دونك الله يرضي عليكم، هي راه غادي يديروا كاميرات ديال المراقبه اللي غيكونوا لداخل ديال بي اش ان اس واللي غيكونوا حتى في المحطات. وعلى ما سمعت بانه غادي يكونوا غرامات خياليه لاي واحد غادي يلقاوه طالع فوق البي اش ان اس. وراه دابا حاليا الا كتلاحظوا في كازا راه بزاف ديال الدوريات ديال الامن الوطني اللي كيدوروا في الطرقان وسط البي اش ان اس، واي موتور كيشدو ولا اي طوموبيل ولا اي نوع ديال العربات توقفوه الا هو كيتحاسبوا معاه وكيخلص الغرامه. حنايا واش خاصنا دائما حنايا الزجر وخاصنا العصا وخاصنا ينزلوا علينا بلي طاكس وداك الشيء باش ديك الساعه باش نشدوا الطريق؟ راه كل واحد صاحبي كل واحد مصلحته في راسو. دونك الله يجازيكم بخير، راعيوا ريوسكم وراعيوا حتى الناس الاخرين. نجي نشوفوا في هذا الفيديو الباسواي في فرنسا ولا في اسباليون كيفاش كيمشي وكيفاش الناس كيحترموا القانون ديال السير ديال الباسواي. تعالى باسواي في الطريق ديالو كيف ما كتلاحظوا كيدير دوك الكرواش وكيدوز على السكه ديال الترامواي، عنده طريق ديالو عاديه بحال الشكل ديالنا حنايا، ولكن تما كاين الناس كيحترموا الضو الاحمر. الشيء راه يقدروا يديروا ما عرفتش شنو الجرائم وداك الشيء، ولكن الضو الاحمر كيحترموه، قانون السير كيحترموه. شي انفو كيشعل عندهم الضو الخضر كتلقاه كيمشي عافط، بيان سور محترم السرعه القانونيه اللي كاينه داخل المجال الحضاري، ولكن عارف بان الضوء الخضر شعل عنده راه حتى واحد اخر ما غادي يدوز، هذاك عنده الحمر غادي يوقف. نفس الطرقان اللي عندهم هما راه عندنا حتى حنا، كتلقى كاع بعض المرات هما ما كيديروش هذوك لي بارير وداك الشيء في الطريق، صافي راسمين الطريق ديال البي اش ان اس ملي غيدوز ما كيديروش لك لي بارير. حنا خصنا نديروا البارير ونقولوا لا راه ممنوع، نديروا الكاميرا تحط بوليسي في الطريق وها العار ما يلقاش بنادم دايز من فوق البي اش ان اس. انت شوف بزاف ديال الطوموبيلات اللي هما واقفين الطريق ديال البيس راه خاويه، يعني فين ما يدوزوا يحرقوا هذيك البلاصه ويزيد لا، ولكن بقى واقف في الضوء الاحمر ويحترم القانون ديالو ويحترم الطريق ديالو. هذا الشيء راه بصح نيت كيبكي. راه عرفتي الا عرفتوا الاحصائيات ديال الحوادث اللي طراو صاحبي في سيمانه غير ما بين جويه وغش، راه غادي تصدم اصاحبي. انا نعطيك احصائيات، 21 واحد اللي مات هادو كسيد، وكنهضروا على كسيد في المجال الحضاري ماشي خارج المدن، يعني المدينه نورمالمون ما خصهمش يطروا فيها كسيد مميته، يعني دي زاكسيدون مورتيل. 21 واحد اللي مات، 2509 اللي تصابوا بجروح، 99 منهم جروح بالغه ديريكتومون الانعاش. وتخيل معايا شحال من مخالفه في سيمانه اللي شدوها البوليس، 37,000 مخالفه و634. عرفتي راه عدد خيالي فريمون، راه ما يمكنش. ونزيدك واحد المعلومه واحده اخرى بوتيتر ما تكونش عارفها، واش في اخبارك بان المغرب مكلاسي البلد 29 عالميا من حيث حوادث السير، 29 عالميا والخامس عربيا؟ راه بصح نيش ما يمكنش. سيرتو لا كتشوف الانفراستركتور اللي عندنا، زعما راه الحمد لله ونشكروه، الطرقان بداو يتقادوا، طروطوارات كيتقادوا، علامات التشوير كاينين، يعني بنادم غير ما بغاش يحترم. وفي الاخر مكلاسين حنا 50 عربيا و29 عالميا. عرفتي علاش؟ حيت هادشي عنده علاقه بالوعي، عنده علاقه بهذا، ما عندوش علاقه بشي حاجه واحده اخرى. دونك الله يجازيكم بخير، راعيوا راسكم، راعيوا راسكم، راه هادشي راه ما كيبشرش بالخير. وباش ما نكونوا الصراحه زعما نهضروا على المغرب بان راه فريمون عندنا حوادث السير وبنادم ما كيحترمش كذا وهذا الشيء، كاينين حتى بعض التصرفات في دول اجنبيه
اللي كيديروها بعض الناس، حيت كل بلاصه فين ما مشيتي غتلقى الخيب وغتلقى الزوين، غتلقى الخير وغادي تلقى الشر، غتلقى بنادم بعقله وغتلقى بنادم اللي ما عندوش العقل. خليكم مع جوج فيديوهات ونرجعوا نكملوا من بعد. شوف دري صغير تا هو غادي في الطريق ديال البي اش ان اس، غادي كيتسلكها البيكالا ما على بالوش، وبلوكاش ما كاين الطريق ديال البي اش ان اس، ولا غادي بشويه كيتسنى حتى يلقى شي خرجه منين يخرج. هذه في محطه ديال الباسوي في امريكا، خونا مقدي شي لعيبات وغادي ما على بالوش بان راه طوبيس راه من المورا غادي بشويه عليه، ما مسوقش كاع. داكشي علاش قلت لكم بنادم فيه وفيه، وكل واحد والعقليه ديالو. الا مشيت انا مثلا احترمت القانون والاخر احترم القانون وهذاك احترم القانون والاخر عاوتاني احترم القانون، ما غاديش يكونوا مشاكل بزاف. كل واحد يطبق القانون غير على راسه، ما تسناش شي واحد يجي يطبقوا عليك. كنتمنى السلامه للجميع. الفيديو ديالنا سهله، تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.